المهاجم البولندي كونراد مهاجم فريق نادي أحد السعودي. المهاجم الذي اقترب الفترات الأخيرة من الانضمام إليه صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال الموسم المقبل. مصدر من داخل نادي الزمالك أكد أنه تم الاتفاق مع اللاعب على كافة التفاصيل المالية من أجل حسم الصفقة، وأنه تم الاتفاق مع ناديه على استعارته لمدة موسم، على أن يتحمل ناديه أحد السعودي جزء من راتبه السنوي، حيث يتبقى أمور بسيطة قبل إعلان نادي الزمالك رسميا عن حسم صفقة اللاعب البولندي غوميز أبدي، رضاه لمجلس إدارة النادي عن الصفقات الجديدة التي تم إبرامها في الفترة الأخيرة، حيث الفلسطيني عمر فرج والمغربي محمود بن تايج ومحمد حمدي ظهير وسيدي نداي، واقتراب النادي من التعاقد مع عدد من الصفقات الأخرى. أبدى جوميز في حديثه مع الإدارة رضاه عن هذه الصفقات وعن التدعيمات، لتؤكد له الإدارة أنها تبذل كل